السلام عليكم. اليوم حضرت لكم تحلية منعشة وخفيفة بزاف، بنينة وما تقهمش ابدا. تحلية بطبقات بطعم الاناناس والقارص، توازن رائع بين الحلاوة والحموضة، والنتيجة كريمية وتهبل. نبدا مباشرة بتحضير الكريمة. في كاسرونة نحط 250 ملل حليب، 40 غرام سكر، فانيليا، بيضة كاملة. نخلط مليح بالفوي او الخلاط اليدوي، ومن بعد نضيف 35 غرام نشاء ذرة. نخلط كل شيء بارد في بارد، ومن بعد نحط الكاسرونة على نار هادية ونبقى نحرك حتى يثقل القوام ونوصل لقوام متماسك كما راكم تشوفوه هنا. نفرغ الكريمة في بول ونضيف 25 غرام زبدة ونخلط بالفوي حتى تذوب. بعدها نغلفها بغلاف بلاستيكي يكون ملاصق الكريمة باش ما يديرش قشرة، ونخليها تبرد تماما. كي بردت خلطها بالباتور ونضيف عليها معلقة ونص شونتي. اذا شفتوا القوام ثقيل شويه زيدوا مغرفه او زوج حليب حتى تتحصلوا على قوام كريمي وخفيف. نخلي الكريمه على جهه ونمر الطبقه الاولى. ناخذ بواطه اناناس، نصفي الماء تاعها ونغمس فيه البسكويت اللي حبينا ونحطوه كطبقه اولى في الكاسات. واذا عندكم بودوار حتى هما يجوا رائعين في هذه التحليه. ومن بعد نحط الكريمة في كيس تزيين ونعمر الكاسات كطبقة ثانية. الآن نمر لتحضير طبقة ثالثة. ناخذ الأناناس ونضيف ربع كاس من الماء تاعو مع عصرة نصف حبة ليمون صغيرة، ونخلط كل شيء في الميكسر. نفرغ الخليط في كاسرونة ونضيف ملعقة صغيرة معمرة نشاء الذرة، نخلط ومن بعد نحطو على نار هادية حتى يثقل القوام شوية فقط، ما لازمش يكون جامد بزاف. نخليه يدفى شوية ومن بعد نسكبو كطبقة أخيرة فوق الكريمة. تزيين اختياري، أنا زينت بقطع الأناناس وشوية مكسرات مرحية، وشوفوا النتيجة. تحلية بطبقات رائعة، كريمة وخفيفة بطعم الأناناس والقرص اللي يعطي انتعاش كبير، وبدنا صراحة لا توصف. هذه الكمية خرجت لي 3 كاسات كبار. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.